السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة قصص المستغرمية. كل مرة نجيب لكم قصة مختلفة على الأخت تاعها حسب تجارب النساء الجزائريات. كل مرة نجيب لكم حكاية، مشكلة صغيرة، المهم كما نقولوا قصرة نسائية. نقول لكم اي وحده دخلت للقناه نقول لك ديري جيم للفيديو، اشتركي في القناه، يعني ما راحش تعطي بزاف قصص مفيده وجيده. اذا نروحوا للقصه تاع اليوم ولا للمشكله تاع اليوم. قالت لك البنات واش رايكم راجلي اليوم جايين ليه صحابه يتفرجوا معاه الماتش في الدار، قال لي وجدي لي قهوه ولا تاي، نتوما تجيكم عادي يجوا صحابه للدار. كما على بالكم الماتش راح يلعب على الزوج ولا يفوت على الزوج تاع الصباح. يعني الجزائر مع الأرجنتين في كأس العالم، مقابلة كأس العالم راح يكون يعني الأربعاء 2 صباحا. روحوا شوفوا بعض التعليقات واش قالوا واعطونا رايكم انتم، هل يعني الشيء اللي تقول فيه معقول ولا ماشي معقول. نروحوا نشوفوا اول تعليق ولا اول وجهه نظر. قالت لك انا ضد دخول الاصحاب للمنزل، خاصه عند واحد متزوج. ضد ما كاش لامان، وماشي كي نقول لكم هكذا تبان لكم انا اخت ولا متجلببه تجيو تفتيو عليا، راني بلا خمار، لكن كلش عنده حدود، كل واحد يحكم داره. نشوفوا هذه قالت لك راجلك ماهوش راجل، في عمري هذه جامي جابلنا، في عمري هذا جامي جابلنا بابا صاحبه للدار، وخاوتي كيف ودرك راجلي ما يدخلش صحابه ما يروح لديارهم، يعرضهم للقهوه ولا للريستورو. يعني لا تشوفي بلي ماشي راجل. يعني هذا كان تعليق قاصح شويه على مولات القصه. اذا ما تقدريش تقولي عليه انسان ماهوش راجل. قلتلك زعما جاب صحابه للدار. دروك هي تشوف، يعني من اي تشوف وجهه نظر، اسكو هي يمنع عليها صحاباتها؟ اصلا لو كان نشوفوا المراه ما تقدرش تتلاقى مع صحاباتها ولا المقربين تاعها في القهوه ولا الريستورون. الراجل يقدر، يعني عندهم اماكن مخصصه للقاءات، عندهم المساجد، عندهم القهاوي، عندهم الريستورون، بصح المراه ما عندهاش يعني وين تروح تتلاقى مع صاحبتها برا. ولا يعني البيت انا تبان لي للمراه تتلاقى مع صحباتها ولا. لكن بلا ما ننساو الوقت اللي راه صعيب، وصحابات صحبه من صحابات ماشي اي صحبه. في نفس الوقت هذا الشخص اللي كان يمنحها، مثلا هي يقول لها ما ديريش صحاباتك ما يجوش للدار، كيف هو يعطي الحق لروحه يجيب صحابه للدار؟ يعني هنا كاين علامه استفهام. الا هي تستقبل صحاباتها عادي، هو ما تقدرش تمنعه، لكن التوقيت تاع الزوج تاع الصباح ممكن فيه خلل. كاين اللي عنده عقليه تبان له نورمال يعرض صحابه يديروا يعني سهره هما يعني الزملاء تاعه ولا صحابه تاع الخدمه يتفرجوا الماتش كيف خاصه من الماتش داروه لهم في الليل. كاين القهاوي اغلبيتهم يبلعوا، كاين القهاوي كاين اللي يبغي يتفرج مع صحابه برك ما يبغيش هذاك الهرج على القهاوي. يعني على حسب العقليه تاعكم نتوما. وكاين بزاف شفتو في التعليقات قالوا له باللي يقصر مع صحابه في الدار قدامك خير من اللي يروح يقصر ما تعرفيش الا يعني يروحوا لطريق العوجه، بالك ممكن يروحوا للمخدرات، يسهروا بلاصه ماهيش عاديه. قالوا له باللي من راه على عينك احسن. نشوفوا ثاني تعليق واحد اخر. نشوفوا هذه قالت لك باللي عادي، هذه يعني قليل لقيناهم اللي قالت لك عادي ما تدخليش معاهم برك، يعني تسربي لهم ولا حاجه، بصح صحابها عادي. وين راهي المشكله؟ قالوا يعني ما تبانيش انتي كي يكونوا صحابها في الدار، انتي لازم تتخبي في شومبراتك ولا في الكوزينه، ما تبانيش قدامهم ولا تسربي لهم، هو يقوم ضيافه. تعليق الزواج قالت لك ما فهمتش وين راه الغريب في الموضوع، انا بابا محافظ وخاوتي تاني، بصح ساعات يجيبوا صحابهم يتعشاو ولا يتفرجوا ماتش، حنا نكونوا في الكوزينه نطيبوا كل خير ونخلو كلش في الكوزينه ونروحوا نتفرجوا في شومبرتنا، وخاوتي دراري يحطوا لصحابهم في الصالون يتفرجوا ويخرجوا، ومام بابا يدير عرضات في داره، عرضات في الدار، ويجوا صحابه يتفرجوا الماتش ساعات، بصح احنا صوتنا ما يتسمعش والحرمه كاينه في دارنا الحمد لله، وبابا راجل ونص. يعني قالت بلي ما فيها والو، المهم ما تبانيش صوتك ما يسمعش وما تبانيش قدامهم باش يعني تبقى الحرمه تاع البيت. نشوفوا تعليق اخر. يعني هذا نتوما اي فكره ولا اي تعليق بالكم صائب ومناسب بالنسبه لهذه المشكله، المهم نوضوها كحله في لي كومونتير. قالت لك واش عاده جديده هذه الراجل يدخل صحابه للدار وحده تاع الزوج الفجر؟ انا نشوف اي ذكر يدخل صاحبه للدار ما عندهاش رجوله، راك متزوج وعندك حرمه في الدار، مزيان احنا عندنا عيب هذا الشيء. شوفوا التعليق الثاني. قالت لك امبوسيبل الزوجه تاعي ما يدخلش لصحاب للدار، اون بليس مامو يحتاج يجيب خدام يخدم لنا كاش عفسه تخسرت
يديني لدارنا منين يخلص يرفدني. لا انا نقبل ولا هو يرضى بهذا الشيء. ما تتقبلوش، ما نتقبلوهش. نشوفوا اخر تعليق. قالت لكم واش بكم موسوسين هكا؟ علاه قال لك جمعي معاهم؟ يا اخي راكي في شومبرتك انتي وقافله على روحك. قالت لها المهم، قالت لها ما قالكش جمعي معاهم، راكي قافله على شومبرتك، حنا عندنا نورمال والحرمه وكلش، ما راح يشوفونا ولا يسمعوا صوتنا. يعني كما راكم تشوفوا كل واحد وكان عنده رأي، كل واحد وكان عنده يعني اسلوب العيش تاعه. قولوا لي نتوما رايكم في هذه القضيه، هل عادي ولا ماشي عادي؟ انا باللي عادي، خاصه اذا ما كانش يعني يحرمها هي انها تلاقى صحباتها، ولا بصح شاوله الزوج تاع الصباح الله اعلم. خاصه كم عارفين الجنس الذكري يتبع البوله بزاف، يبغوا الماتش بزاف، ممكن هما يعني كانوا يتفرجوا بزاف لي ماتش. الماتش ما داروه لهمش في النهار، كون داروه في النهار كون راح للقهوه يتفرج، داروه في الليل. الله اعلم. انا بانت لي عادي جدا. ثم خلوا لي ارائكم في التعليقات، بلا ما تنساو الاشتراك في القناه وترقبوا قصص قوه راني جبتها لكم في القناه. ما عليكم الا يعني تابونيو القناه، وراح يطلع لكم الاشعار تاع كل القصص القادمه.